بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله النهاردة معادنا مع الحلقة الأولى من ثقافة الاختلاف أو ثقافة الجيل. لكن قبل ما أدخل في الحلقة النهاردة يجب أن أرحب بولادنا الجيل الجديد، الشاعر الصغير محمد عبد الحميد الهواري. طبعا أستاذ حسين، ده شرف كبير ليا جدا إن أنا موجود مع أسطور من أسطور السينما المصرية، وده طبعا شرف عظيم كبير لينا جدا إن إحنا موجودين مع شخصية مهمة زي حضرتك. والمدربة الصاعدة أميرة أبو هيب. احنا مبسوطين بوجودك معانا النهارده، واكيد ليك تاريخ كبير في السينما المصريه. نرحب بيكم يا أولاد. في البداية بقول إن المجتمعات في كل مكان بتتميز بالتقدم والرقي عن غيرها. في حاجات كتيرة قوي، كل مجتمع فيه سمات مختلفة بناء على قيم وعادات وتقاليد هو تربى عليها مقابل ده. لكن خلينا نعرف ده من خلال ضيوفنا حلقتنا النهاردة، ونبدأ بأميرة. أميرة، لما بتختلفي مع غيرك من سنك كده، هل بتاخدي في الحسبان القيم اللي تربيتي وعشتي وانت بتتربي عليها؟ الصراحه حضرتك احنا اتربينا على مقوله بتقول الاختلاف في الرأي لا يفسد الودة قضيه. ده من احنا صغيرين بتقال لنا كده، لكن الواقع النهارده الاختلاف في الرأي حاليا بيفسد مليون قضيه. يعني ده كلامك يا أميرة؟ طب لما نشوف محمد هيقول إيه. محمد، هل ممكن حد يكرهك على كده لو أنت اختلفت معاه عن الكلام ده؟ هو ده اللي بيحصل فعلا، لو اختلفت معاه راح تكرهني فعلا، يا إما أنافق وأقول أنت صح، وممكن تكون أنت غلط وكل تصرفاتك غلط، بس لازم أقول إنك صح علشان تكون راضي عني وعن كل تصرفاتي اللي هي في الأصل مش ماشية على هواك. محمد، ده عند كل الناس ولا عند حد معين يعني؟ للأسف عند كل الناس، إلا بقى من رحم ربي. أميرة، البنات اللي معاكي أصحابك أو معارفك بيطبق نفس المبدأ اللي محمد اتكلم عليه؟ المبدأ اللي محمد اتكلم عليه تمام. المشكلة مع الصحاب والناس والمعارف، لكن مش كلهم طبعا، وأكيد في ناس كتير كويسة، لأنك في وسط دول بتلاقي الناس الضرر رقم واحد بالنسبة ليهم، ولما نختلف مع بعض بيفكروا ازاي يضروك وينتقموا منك. دي طبيعة البشر. محمد، على المستوى العام ده بيسبب انطباع جواك أو بيأثر فيك بعد الزعل والاختلاف؟ أكيد بيأثر، وبما إن الحياة رحلة، والرحلة دي كل يوم بتشوف فيها ناس وبتقابل فيها ناس، بتعيش ناس وبتموت ناس، رحلة حضور رحلة غياب، والآخر مش بنسمع غير أحسن الله عزاءكم وألف مبروك، والدنيا ما هي إلا محطة عبور. أميرة، في وجود الاختلاف مقدار الدنيا عندك قد إيه؟ وهل بتعملي لها حساب؟ لازم طبعا نعمل لها مليون حساب، لأننا عايشين فيها، بنقابل ناس نتكلم معاهم ونعيش معاهم، يبقى لازم نعمل لهم مليون حساب، علشان هما بالنسبة لنا جزء من الدنيا اللي احنا عايشين فيها، رغم انها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. بس الأهم نسرقش فرحة حد، منأذيش حد. وانت يا محمد، رأيك ايه في الكلام اللي قالته أميرة؟ أنا رأيي زي ما قالت أميرة، الأهم ما نأذيش أي إنسان، ما نستغلش أي إنسان علشان أي حاجة، ولا نقهر قلبه. راح نخسر إيه لما نكبر بخاطر أي حد؟ جبر الخواطر أعظم عبادة. خلينا نكبر بخاطر الناس علشان كمان ربنا يكبر بخاطرنا إحنا كمان. أميرة، ايه الجيل الجديد محتاجه من وجهة نظرك؟ أكيد طبعا محتاجين كتير. محتاجين أولا قبل كل حاجة رضا ربنا علينا، وحد يدعينا، لأننا أعمارنا قصيرة، كلنا راح نموت وندفن وحياتنا راح تنتهي. بس لما تنتهي وانت مقابل ربنا بقلب طيب وما عملتش غير الحاجات الكويسة، ونسيب أثر طيب علشان الكل يفتكروك بالخير. محمد، تنصح الشباب اللي من سنك بإيه؟ أولا نعود نفسنا على احترام الغير، بغض النظر بقى
كبير صغير، يهمك أمره ما يهمكش أمره، المهم تبان قدام ربنا إنك إنسان نقي من جواك. ثانيا احترام إنسانية الناس والتسامح، حب الخير وعمل الخير، الحياة الحلوة الصافية اللي تحفزنا وتدينا دافع إنك تكون شخص ناجح في حياتك. وانت يا أمير؟ لو الكل ساب بصمة وراه أكيد ربنا راح يجزيك عليها، لأننا في الآخر هيسألك أنت عملت إيه وإيه الأثر الطيب اللي أنت سبته. خلي الأثر الطيب اللي أنت سبته وراه هو اللي يدعي لك. في نهاية الحلقة احنا سعداء جدا بالشباب الواعي اللي موجود معانا كمحمد والأميرة، وإن شاء الله نتقابل في حلقات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.